بالنسبة لجلسة التداول بتاعت النهاردة، يعني احنا ابتدينا نرجع تاني للمتوسطات العالية بعض الشيء. لازلنا بنبوظ خلع 400 مليون. النهاردة حققنا 346 مليون حجم تداول. الحقيقة الفضل ده يرجع لمجموعة من الأخبار صحيح ما كانتش موجودة الصبح قبل الجلسة، لكن تواردها خلال الجلسة كان له تأثير إيجابي كبير جدا على أحجام التداول وعلى حركة الورق. أولهم طبعا الأخبار بتاعت التشكيل الوزاري، وإن هو دلوقتي صدر حوالي 25 اسم أو طلع 25 اسم شبه نهائي ل 25 وزارة، ومنتظرين بقية التشكيل منتظر نعرفه ما بين النهارده بالليل وبكره الصبح. طبعا الالتزام بالميعاد اللي كان حاطه رئيس الوزراء المكلف في حد ذاته هو ده اللي عمل الثقة جزئيا بعض الشيء تاني، وخلى يبقى فيه ارتفاعات ويبقى فيه احجام تداول واقبال على الشراء. برضه في نفس الوقت الكلام اللي طلع من يومين بالليل حوالين نية المجموعة المالية للنسل في الدعوة لانعقاد جمعية عمومية جديدة لمناقشة القرارات اللي كانت بتتاخد من الهيئة العامة للرقابة المالية. طبعا ده برضه مدي حافز كويس ومدي تفاؤل ان الصفقة بتاعت فيو انفست او استحواذ الشريك القطري على قطاع سوق راس المال عندهم مش ممكن تتسد بسهولة. نمرة 3 الأخبار بخصوص التعديلات في المؤشرات الأربعة الأساسية في البورصة المصرية اللي هي EGX 30 و70 و100 وداو جونز 20 كات. طبعا التعديلات دي كانت مهمة جدا ان هي بينت الورق اللي هيهتم بيه الأجانب الفترة الجاية، خصوصا ان الأجانب دايما بيشتغلوا على الورق ده، ما بيحبوش يشتغلوا على ورق من اللي هي الأسهم المغمورة أو المقمصة أو اللي ما فيش عليها أخبار كتير أو إجراءات كتير. بالنسبة للتداولات على الأسهم بقى النهاردة، هنلاقي إن سهم OCI عمل طفرة كبيرة وعمل حركة كبيرة نتيجة الكلام حوالين التوقعات إن خلال ما بين أسبوعين ل3 أسابيع هيبقى فيه تنفيذ لعملية الفصل ما بين الشركتين الأسمدة والمقاولات اللي كانت محطوطة. سهم OCI النهاردة كان محقق ارتفاع حوالي 3.16% تقريبا. هو أكتر عدد عمليات في البورصة النهاردة، هو اللي مستحوذ على قطاع كبير من التداول، وإن كان مش ظاهر من ضمن الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية، نتيجة للأسهم الصغيرة اللي كانت نشطة أكتر منه زي أوراسكوم الإعلام والتكنولوجيا وأوراسكوم تيليكوم اللي احنا منتظرين نتائج أعمالها خلال كام يوم، وأسهم العقارات زي عامر جروب وبالم هيلز وسودك اللي استحوذوا على قطاع كبير النهارده، خصوصا بعد الأخبار اللي توردت امبارح على بدء هيئة السياحة تاني تخصيص أراضي حوالي 28 مليون متر. طبعا ده ادى ثقة ان موضوع سحب الأراضي هيبقى فيه لسه جدل وهيبقى فيه إمكانية للتفاوض عليه، وما فيش نية للسحب النهائي إلا من الناس اللي هي مش جادة بنسبة كبيرة. طبعا الكلام ده كله أثر بالإيجاب على السوق، وخلينا نشوف النهارده المؤشرات مرتفعة على الرغم من حالة التوجس من التشكيل الوزاري، لأن النهارده EGX 30 طلع بحوالي 1.5%، وصل لقرب مستوى 5000 بس لسه ما وصلوش. 4935 هو رقم الإقفال بتاعه. برضو النهارده لقينا EGX 100 محقق 2% ارتفاع، وEGX 70 برضو كذلك، الاثنين مرتفعين على اثر الاخبار بتاعه التشكيل الوزاري والالتزام بالمواعيد لحلف اليمين اللي بقالنا اكتر من شهر ونص او شهرين تقريبا لسه ما كناش عارفين اذا كان هيبقى عندنا وزاره في الوقت ده ولا لا. طبعا الكلام ده كله هيبتدي ياثر ايجابا خلال الفتره الجايه. طبعا الفتره الجايه لا زلنا منتظرين نتائج الاعمال، لا زلنا منتظرين السياسه العامه لرئاسه الوزراء. طبعا اهم ما في التشكيل الوزاري النهارده اللي اتطرح وجود وزارة للاستثمار المستقلة، دي افتقدناها من بعد ثورة 25 يناير. طبعا دي هتعيد الثقة تاني ان الإدارة اللي موجودة دلوقتي على قمة الهرم السلطوي في مصر مهتمة بالاستثمار ومهتمة بالتوفير لأوضاع الاستثمار في مصر ومناخه. هيبقى فيه اهتمام،
وخصوصا ان احنا في وقت قريب، اعتقد في اقل من شهر من بعد العيد عندنا مؤتمر مهم هيناقش التغيرات اللي حصلت على مدار السنتين اللي فاتوا كلهم، مؤتمر بيور ماني. طبعا ده هيبقى له تاثير كبير، ووجود وزاره الاستثمار ووزير الاستثمار وواحد من اهل المجال، لان دكتور اسامه صلاح كان واحد من الناس اللي كانوا منخرطين في العمل الخاص بالاقتصاد والاستثمار وجذب الاموال في خلال الفتره اللي فاتت على مدار ال10 سنين اللي فاتوا. فنقدر نقول ان من المتوقع ان الكلام ده يأثر ايجابا خلال الفتره الجايه، لكن برضه لا زلنا في انتظار الاضطرابات اللي ممكن تحصل نتيجه للاستحواذ لكل القرارات وكل السلطات في ايدين رئاسه الجمهوريه، خصوصا ان الوزاره اللي جايه كلها تكنوقراط. برضه من ضمن الاخبار المهمه اللي احنا منتظرينها موضوع الجمعيه التاسيسيه والشكل الدستوري النهائي والامكانيات بتاعته وآلية العمل بيه. طبعا ده برضه هيأثر بشكل كبير جدا. ما اعتقدش ان هيبقى في حاجه جوهريه من هنا لحد اخر رمضان بالنسبه للاوضاع السياسيه اكثر من تشكيل الوزاري وسياسته، وان كان في يوم 24 اغسطس الدعوات اللي طالعه للتظاهر ضد استحواذ الاخوان على حاجات كتير في الدوله ومؤسساتها، اعتقد ان ده ممكن يؤدي لبعض التخوف، بس ده اعتقد انه هيبقى التخوف مؤجل شويه، مش وقته دلوقتي ان احنا نتكلم عليه.